مساء الخير. في شعوب متخصصة في إنهم ما يهربوا من حالهم الداخلي بتوريط بلاد تانية وشعوب تانية في حروب ملهمش أي دعوة بيها. فوجئنا بخبر إنه آلاف من التوانسة والمغاربة والجزائريين ومن موريتانيا وليبيا بيتحركوا النهاردة الاثنين ناحية مصر لكسر الحصار عن غزة. المظاهرة ديت أو التظاهرة دي بيدعمها 7 منظمات مجتمع مدني تونسي، وهم الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعمادة الأطباء والمنظمة التونسية للأطباء الشبان. الدول الراعية للتظاهرة دي بتعاني أساسا من مشاكل اقتصادية كبيرة، زي ضعف النمو الاقتصادي، ارتفاع مستوى الدين العام وارتفاع مستويات البطالة وصلت في بعضها ل 19%، واعتماد اقتصادها كليا على مكون واحد بس زي المحروقات في الجزائر. طب هما ليه بيعملوا كده؟ بنلاقي ان دول الشمال الافريقي بتعاني من توافد ملايين اللاجئين الافارقه اللي بيطالبوا بحق الاقامه فيها، وبالتالي فالتظاهره اللي عايزين يجوها لمصر فرصه كبيره قوي لاعاده تهجير الافارقه دول الى مصر. رغم ثراء المنظمات الداعيه لتنظيم التظاهره دي، الا انها ما لجأتش لتأجير سفينه وانها تروح بالمتظاهرين لغزه عن طريق البحر، وتفسير ده الوحيد هو اشاعه الفوضى في مصر وجرها الحرب مع اسرائيل. طبعا كلمة كسر الحصار معناه محاولة دخول غزة من رفح المصرية، وبالتالي هتقوم إسرائيل بالرد بإطلاق النيران على سيناء، وجيشنا طبعا مش هيسكت، فهتقوم الحرب بين مصر وإسرائيل بسببهم. من يومين الأردن قبضت على 6 فلسطينيين حاولوا يتسللوا للمملكة، يعني بيحاولوا يحموا أراضيهم. طبعا انتوا بتحلموا أساسا إن مصر هتسمح لكم بالدخول. يا ريت الناس دي تصحى من النوم بقى وتبطل محاولات جر مصر لحروب احنا ملناش أي دعوة بيها. ينصروا فلسطين بأي طريقة تانية، إنما مش بجر مصر وجيش مصر الحرب.